إذا جربتوا هذا المتبل بعد ما تسوون غيره. تقدرون تشوونه بالفرن أو على الفحم حسب رغبتكم واللي متوفر. اللي يحبه شوية خشن يثرمه بمحضرة الطعام، واللي يحبه يكون كلش ناعم يثرمه بمحضرة الطعام الكهربائية. أنا سويته باليدوية لأنه إحنا نحبه شوية يكون بقطع واضحة. راح أضيف له زيت الزيتون، دبس الرمان، الطحينة، ليمون، ورشة ملح. وإذا تحبون شوية ثوم تقدرون تشوونه وياه وتقدرون تضيفونه أفرش، ماكو فرق. أنا هنا ما ضفت. تحطونه بصحن التقديم وتزينونه بأي شي يعجبكم. أنا زينته بالبوميلي، حبوب البوميلي والجوز، وخليت له زيت الزيتون اللي يكون ويا المكدوس، اللي يكون طعمه مالح وشوي حامض وبيه حرارة. تقدرون تزينونه بزيت الزيتون العادي حسب رغبتكم.